فيه ألعاب شكلها كأنها محتاجة موبايل خارق علشان تشتغل، بس المفاجأة الألعاب اللي هتشوفها النهاردة جرافيكها خرافي وبتشتغل على أي موبايل حتى لو جهازك ضعيف. خليك معايا علشان أوريك 5 ألعاب هتخليك تقول هو إزاي اللعبة دي خفيفة كده. يلا نبدأ. اللعبة الأولى مايور ماينهيم 2. اللعبة دي فيها أكشن سريع جدا وجرافيك كرتوني مميز. بتلعب بشخصية كوماندو بتحاول تنقذ العالم وبتواجه أعداء بيظهروا في كل حتة. التحكم بسيط جدا، مجرد لمس الشاشة علشان تضرب أو تختبي. أجمل حاجة فيها إن حجمها صغير جدا وجرافيكها رغم بساطته يفتح النفس. لو بتحب ألعاب أكشن خفيفة وسريعة دي لازم تكون عندك. اللعبة الثانية شادو فايت 3. اللعبة دي مشهورة جدا بس قليل اللي يعرف إنها بتشتغل على أجهزة ضعيفة كمان. أسلوب القتال فيها احترافي، كل حركة محسوبة وكل ضربة فيها تأثير واقعي. كمان فيها قصة وشخصيات كتير تقدر تطورها مع الوقت. الجرافيك فيها ممتاز والأنيميشن بتاع القتال يخليك تحس إنك داخل فيلم أكشن. لو بتحب القتال بالسيوف والحركات السريعة شادو فايت 3 هتعجبك جدا. اللعبة الثالثة درايف سيموليتور 2. اللعبة دي لمحبي السواقة والقيادة الواقعية. هتقدر تسوق عربيات في مدينة مفتوحة، تعمل مهمات وتنقل بضايع أو حتى تسوق للمتعة بس. الجرافيك فيها عالي جدا بالنسبة لحجمها والتفاصيل زي الشوارع والإضاءات معمولة بإتقان. كمان اللعبة خفيفة وتشتغل على أي موبايل بدون لاج، يعني تجربة واقعية وممتعة من غير ما تحرق المعالج. اللعبة الرابعة دي إد إفكت. اللعبة دي خفيفة لكنها بتقدم لك جرافيك شبه ألعاب الكمبيوتر فعلا. هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، فيها قصة ومهام ضد الزومبي. المؤثرات الصوتية والجرافيك فيها ممتازين جدا وفيها طابع خيال علمي رهيب. لو بتحب ألعاب الأكشن والرعب الخفيفة دي هتشدك جدا من أول دقيقة. اللعبة الأخيرة ماد أوت 2 بيج سيتي أونلاين. اللعبة دي تقدر تقول عليها نسخة خفيفة من GTA. عالم مفتوح، تقدر تمشي في المدينة، تركب عربيات، تعمل مهمات أو حتى تلعب أونلاين مع ناس تانية. الجرافيك فيها ممتاز بالنسبة لحجمها والحرية اللي بتديها للمستخدم تخليها من أكتر الألعاب الممتعة على الموبايل. كمان فيها نظام قيادة عربيات حلوة جدا ومؤثرات صوت قوية، يعني لعبة تجمع بين الجرافيك العالي والمتعة وتشتغل على الأجهزة الضعيفة بسهولة. ودول كانوا أقوى 5 ألعاب خفيفة بجرافيك يخليك تحس إنك ماسك بلاي ستيشن في إيدك. قول لي تحت في الكومنتات أنهي لعبة شدت انتباهك أكتر، ولو نفسك في الجزء الثاني فاعمل لايك وخلينا نكمل السلسلة. اشترك علشان متفوتش اللعبة الجاية لأن اللي جاية أقوى بكتير.